السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم يا جماعه بقى في طبق الفول ده؟ حاجه بصوا جمدان. عايزه اقول لكم طعمه خطير خطير خطير. وده مش جايباه من بره طبعا، احنا عاملينه في قلب البيت، لان لما رحت عشان اجيبه من بره جبت ب 10 جنيه، كان ربع الطبق، والله العظيم كان ربع الطبق فعلا. فقلت طب وانا على ايه ده؟ انا اعمله ده، انا على جثته جثه شامبو، لازم اعمله في البيت. رحت كده على طول عند العطار، جبت كيلو من الفول البلدي. ده بنجيبه بننقعه، معاه نص كيلو من الفول المدشوش. برضو ده بتجيبيه وتنقعيه ليله كامله، ده ليله كامله وده ليله كامله، تمام كده. بعد ما نقعناه كده وصفناه، هاخده كده واقوم حطاه على النار على ميه مغليه. يعني هنا حبيت اقول لكم انا خلطته على بعضه. طبعا الفوليه بتزيد، فهنا حطيت انا كده ميه نظيفه وخليتها لما غليت، وبعد كده كنت نازله بالفول. بس مش ولا هنحط اي حاجه تانية، سيبك بقى من الافتكاسات ان نحط حبه. يقول لك بقى نحط عدس، لا نحط مش عارفه رز، لا لا ولا اي حاجه خالص. سيبيه كده وتهدي عليه النار. بعدين هياخد له من 3 ساعات ل 4 ساعات، بس تهدي عليه النار شمعه خالص. بصوا عايزه اقول لكم اهوت، بصوا تقلوا بقى زي الفل. والحبايه بقى بتاعه الفول استوت وبقت زبده. طبعا احنا مش هنسيبه على كده، احنا هنحط عليه بقى ايه؟ معلقتين من النشا. ده اللي هنحطه على الفول. ماشي. وهنحط معاه كمان نص معلقه او معلقه صغيره لون طعام. لو ما عندكش لون طعام ممكن تحط اللي هو البابريكا، انا هحط البابريكا. ماشي. هنقلب كده النشا كده بشويه ميه ونحطهم كده على الفول، عشان لو حطيناهم على الفول كده هيكلكعوا. تمام. وهننزل عليه باللون ده. كل المحلات معتمده الطريقه دي. وافضلي بقى قلبي في كده بقى من تحت لفوق عشان ايه ما يشطش. يعني يعني خلي المغرفه توصل لعريه الحله من تحت. تمام. يعني ما تقلبيش بس كده من فوق الوش بس، عشان اللي تحت ما يشطش ويتحرق. بصوا ما خدش معانا وقت ولا تكلفه. يعني بصوا حله الفول ديت هتقعد معاكي مده، يعني تقدري تكيسيها وتحطها في الفريزر. وكل ما تعوزي تعملي بقى فول تشدي لك كيس على طول تقومي عاملاه. بصوا يعني والله العظيم اوفر بمراحل بمراحل من اللي احنا بنجيبه من بره. بصوا معايا هنا الفوليه مستويه ازاي، زي الزبده، مش مستحمله ضغطه. انت لو عملتي كده والله عيالك هيحبوها، وانت كمان خلاص مش هتستغنى عنها تاني. هنا بقى نوضبه، هنحط له بقى شويه زيت حار كده حلوين. انت لو مش حابه الزيت الحار حطي زيت زيتون، الزيت اللي انت بتحبيه، او سمنه بلدي يعني يا سلام. وحبه طحينه بقى كده. وبره بقى نحط رشه بقى كمون، الكزبره. تمام. والملح طبعا هنظبطه، ورشه شطه كده. وهنقوم حاطين بقى ايه الليمون كمان بتاعنا الحلو ده. وبالهنا والشفا على قلوبكم. والله اعملوه بس ان شاء الله وهيعجبكم، وانت بعد كده مش هتستغنى عنه في قلب البيت خالص. واتمنى اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.